بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا اخويا، انا عايزك كل يوم كده وانت بتصحى من النوم تعتقد انك بتخوض حرب مع مخلوقات محدش بيشوفهم. في حرب كل يوم بتدور معاك، وانت شايف ان الحرب ديت انت بتخرج منها كسبان وللأسف العكس هو اللي بيحصل. انت بتخوض حرب مع مخلوقات شافت ابوك ادم وهو بيخرج من الجنة. الشيطان جاي يكلمك عن الشيطان، وجاي يقول لك ان الشيطان مش عايزك تنجح، الشيطان عايزك خربان من جوه، من عند قلبك كده. عايزك تكون خربان في تفكيرك وخربان في قلبك وخربان في كل حاجة، وفي يعني شيء بيمنعه. كلمة واحدة انت بتقولها وانت لسه بتفرك عينك الصبح كده. سيدنا أبي بن كعب في يوم من الأيام شاف دابة شبه الغلام، العيل الصغير يعني. ايديها عزكم الله ايد كلب، وشعرها كان شعر كلب، وده كان جني. فالمهم دار حوار ما بين سيدنا أبي بن كعب وهذا الجن. فسيدنا أبي بن كعب سأله وقال: ماذا الذي ينجينا منكم معشر الجن؟ فالجن هنا نطق بالحقيقة غصب عنه وقال: تلك الآية التي تسمى آية الكرسي، بالمعنى يعني اللي يقولها الصبح أجير منا حتى يمسي. فأنا عايزك تتخيل إن ملك الملوك بيحوطك كل يوم بحراسة مشددة لما تقول أذكار الصباح أو أذكار المساء، اللي هو مفيش. ويا سلام بقى لو أنت بقى بتصلي الفجر جماعة، يبقى أنت بص أنت ضمنت هذه الحراسة يعني. فيش جن يقدر يلمس شعر منك طول ما أنت في حماه سبحانه وتعالى. طب لو مت النهاردة يعني إيه اللي هيتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لنا في حديث آخر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه عن دخول الجنة سوى الموت. سوى الموت، مجرد ما انت تموت بس تقول كل يوم يعني في صلاتك اول ما تخلص صلاة تقول آية الكرسي بعد هذه الصلاة، الله عز وجل يدخلك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء يسمى يا جماعة دعاء سيد الاستغفار. ده بقى مش دعاء، انا بسميه ده عقد بيني وبين ربنا كده، اللي هو يدخلك الجنة بإذن الله. يعني الدعاء منه يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. انت متخيل؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعتراف بالحب واعتراف بالتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلتها موقن بيها كل يوم ومت دخلت الجنة بإذن الله. انت متخيل؟ ضمان إلهي بالخلود في الجنة بكلمتين. ودعاء الاستغفار ممكن تخش وتجيبه من على جوجل، تجيبه من أي حتة، ولكن احفظ دعاء الاستغفار، احفظه، لأن مجرد حفظك ليه دوت يعني بإذن الله بإذن الله يكون سبب في دخولك الجنة. فلو خايف من مرض ولا خايف من حادثة ولا خايف من حسد، يعني أوصيك يا أخي، أوصيك بالدعاء الذي يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها 3 مرات غفرت له ذنوبه جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمي هذا يعني هذا الذكر ترياق سموم الدنيا كلها. سيدنا عثمان بن عفان كان بيقول لنا: لو قلتها 3 مرات كمان مفيش حاجة تضرك. يعني لو قلتها 3 مرات، أنا بكلمك بس بالعامية، يعني إن سيدنا عثمان بن عفان قال: من قالها 3 مرات كل يوم مفيش حاجة هتضره في هذا اليوم. يعني فلا ميكروب بقى ولا عين حاسدة ولا تدابير بشرية تؤذيك ولا أي حاجة، أنت في أمان الله بإذن الله عز وجل. فلازم يا أخي تتعامل مع الأفكار كأنها هي الروح اللي بتنفخها في جسدك كل يوم. اوعى تتعامل مع، يعني اوعى تغلط غلطتي وتتعامل مع الأفكار اللي هي يعني إيه كروتين كده، مش هتحس بيها، والله ما هتحس بيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يذكر الله عز وجل من الفجر للشروق، وكان يقول: هذا أحب إلي من عتق 4 من ولد إسماعيل.
ده اغلى الناس، انت متخيل؟ ده عنده من يعني اللي انت تقعد تذكر ربنا من الفجر للشروق، ده عنده من ان انت تعتق 4 من ولد اسماعيل، اللي هو اغلى الناس على الاطلاق. فيا اخي ما تبقاش مكشوف للشيطان كل يوم، البس درعك وحصن يومك، وكن من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. كن من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. وكما تعلمون يا أخي، يعني يا إخوتي، يعني كما تعلمون، يعني أذكار الصباح والمساء كثيرة جدا. وأنا يعني سميت يعني إيه هذا الفيديو اللي هو يعني إيه نقاش حول بعض الأذكار، بعض الأذكار. ولكن أذكار الصباح والمساء ممكن تحفظها كثيرة جدا، ولكن يعني احفظ بعضهم لأجل أن أنت تقولها كل يوم. منها برضو آية الكرسي، ومنها بسم الله الذي لا يضر، وسيد الاستغفار، وأدعية كثيرة جدا يعني. بس كده، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.